اليوم عيد ميلادك يا ساجي. عد إلى المنزل. أن أهديك رسالة طويلة وأختمها بأنا أحبك. هذه هدية مملة، لا أريد فعل ذلك. ثم إنني جربت كتابة الرسائل لك وفشلت. تخيل أن تكتب ثم تبكي ثم تكتب ثم تقرأ ما كتبت فتجده فارغا من دموعك. أين دموعي؟ لقد وضعتها في هذه الكلمات. الكلمات هنا، ولكن دموعي أين؟ ثم أين ساجي؟ لقد وضعته بين هاتين الكلمتين في السطر الرابع، ورسمت عينيه وقلبه في كلمة أخي. ها هي كلمة أخي منتصبة مثل الصنم، ولكن أين أخي؟ لماذا كل الرسائل التي أكتبها لك لا تشبهك؟ كلنا هنا في حيرة من أمرنا. ماذا نهدي ساجي في عيد ميلاده 21؟ لا تهز رأسك هكذا وتقول لا شيء. لا تهز رأسك وكأنك تقول لي أنه لن يكون لك عيد ميلاد بيننا من جديد. ولا تقل لي أن التقويم تغير وأنه لا عيد ميلاد لمن ماتوا. لا تقل هذا ولا تكن واقعيا. لا تكن واقعيا، بل انظر معي إلى صورك كلها. أليست عيناك فيهما 1000 عيد ميلاد لم يأتي؟ وابتسامتك انظر إليها، ليست تطفئ الشموع وتأكل الكعك وتفتح الهدايا وتشكر أمنيات الأحبة وتبتسم لهم؟ ثم لماذا لا تعود مرة واحدة؟ مرة واحدة. اطلب من الله، جرب ولا تكن خجولا. الله يحبك. ربما سيقول لك حسنا 1 ساعة واحدة تكفي. نعم تكفي يا الله. ماذا نهديك؟ أمي وحبيبتك، إخوتي وأنا نقول بأنك هديتنا، ولكن ماذا نهدي هديتنا؟ مرة أهديناك ساعة يد لتعرف الوقت. لم نكن نعلم أنك الوقت كله، وكنا نقول لك أنت حبيب الشعب، لأن الجميع يحبك. ولم نكن نعلم أنك حبيبه حقا. كنا نقولها وكأننا نحن الشعب. 7 إخوة، عائلة كبيرة تكفي لتكون شعبا. ولكن الشعب تغير يا ساجي. الشعب هم كل الذين أحبوك دون أن يعرفوك. تخيل أنني قد أجد صورتك في أي مكان. تخيل أني قد أمر بجوار غريبين فأسمعهما يتحدثان عنك. تخيل أنك في دعاء الكثيرين وصلاتهم. تخيل أن اسمك يظل منتصبا في جامعتك لتلقي عليك أجيال كثيرة السلام. تخيل أن كل قاعات الجامعة وشوارعها وكتبها هي أنت. تخيل أن هناك أشعارا ونصوصا كتبت لك. تخيل أن جميع الناس الذين لا يتفقون عادة اتفقوا أنك الفارس الشجاع الوسيم الطيب الذي تقرأ قصته للأطفال قبل النوم. تخيل أن أناسا لم يلتقوك أبدا يشتاقون لك كثيرا. تخيل أني أكره كل هذا ولا أريده، وأريدك أنت. تخيل
أني استبدلته كله برسالة فارغة منك.